قسيس عزت، القسيس المحبوب الجميل، أنا استمتعت وهم بيحضروا اللوكيشن والديكور بالكلام معاكم. كنتش عايزة الكلام يخلص، لكن أنا حابة نكمل كلامنا والناس بتسمع علشان هم كمان يستمتعوا. بشكرك يا كارول جدا، صدقيني وأنا متبارك إن أنا أسجل معاكي، وبصلي إن ربنا يستخدم كل اللي هنقوله للبركة، وباسم يسوع كلام يوصل لكل الناس باسم يسوع، باسم الرب يسوع. يعني إحنا عارفين كل خدماتك، وحضرتك بتحكي كمان قصص جميلة قوي، لكن ما أعتقدش إنك مرة حكيت لنا عنك أنت وأنت صغير. نفسي أسمع قصة عنك وأنت صغير. بصي القصص كتيرة، يعني قصتي ببساطة شديدة جدا. أنا نشأت في بيت بيحب ربنا، والجذور يعني الأب والأم والجد والجدة كلهم، ونشأت في بيت قروي. أنا من قرية، فأنت عارفة في القرى البيت الكبير اللي كل العيلة ساكنة فيه. صدقيني يا كارول إني نشأت في البيت اللي نشأت فيه. كنت أشوف جدي كل يوم الصبح يفتح الكتاب المقدس ويقرأ بتاع مثلا 5-6 صحات الله. ويصلي، صدقيني. وتيتا كان عندها شلل لمدة 11 سنة، مجرد نايمة على السرير، وتستغربي كان الشيء اللي بيسليها ويعزيها طول وقتها إن الكتاب المقدس جنبها وتقرأ في الكتاب المقدس، وهي مشلولة لا تتحرك، شلل كامل، للدرجة إن واحد من الأسوس الكبار قال لي إحنا كنا نخاف ندخل عندها لأنها هتسألنا أسئلة في الكتاب صعبة ما نعرفش نجاوب. صدقيني، تخيلي طلعت على قصص تيتا. فحضرتك نشأت في بيت يعني مؤمنين أبا عن جد. لكن عارفة، أنا ما كنتش أعرف المسيح مخلص شخصي للأمانة. ولما نشأت في بيت ناس مؤمنين بالشكل ده، فطبيعي إحنا في الكنيسة. صح. يعني مامتي أنت عارفة في القرى يقوموا من الصبح بدري يوم الحد، يلا على الكنيسة يلا على الكنيسة، فكله يروح الكنيسة. لكن كاختبار شخصي لا، ما كانش عندي اختبار شخصي. تخيلي لغاية أولى جامعة أنا دخلت كلية تجارة في أسيوط، وأنا في كلية تجارة في أسيوط كان معايا 2 مؤمنين أتقياء، يعني هم عندهم اختبار. المهم في ليلة قالوا نصلي وإحنا مع بعض، إحنا الثلاثة، إحنا ساكنين في أوضة، إحنا الثلاثة. اللي دخلنا الجامعة إحنا من المنيا، ورحنا أسيوط الجامعة واخدين أوضة متأجرينها ساكنين فيها. فقالوا نصلي، ده صلى وده صلي، أنا لا مش هصلي. وبعدين رغم إنك يعني مؤمن أو في بيت مؤمنين، بس ما عندكش أنت الاختبار الشخصي. المهم قالوا لي صلي، طلعت مني جملة في وقتها، صدقيني بالحرف كده، اللهم ارحمني أنا الخاطي. أنا ما أعرفش ليه طلعت بنفس المعنى اللي أقصده. وفي هذه اللحظة بلا مبالغة شيء جديد اتحط جوايا واتزرع جوايا. صدقيني يا كارول لا أبالغ لما أقولك إن في اليوم ده ولدت من جديد. وأنا في أولى كلية تجارة. الواحد من اللي كانوا معانا خلصنا أولى كلية تجارة وهو دخل كلية اللاهوت. أنا استمريت، دخلت تانية كلية تجارة. لما دخلت تانية كلية تجارة، لكن الشغف بقى مليني بشكل غريب. فعايز أدخل كلية لاهوت. خلاص انت قلبك اتملى من انت بشكل غريب، مدعو وعايز تبقى مكرس خلاص للرب بشكل غريب. بس قلت لربنا طب يا رب أنا عايز أنجح وبتقدير، فلو نجحت وبتقدير أنا هسيب الكلية وأروح. معلش عايز أرجع لنقطة قبل حتة الكلية. حضرتك قلت حاجة أنا حاسة أني تقريبا معظمنا كمسيحيين فيها. إحنا بنتولد في بيت مسيحي، لكن بنفتكر أنه مدام اتولدنا في بيت مسيحي يبقى خلاص كده بقينا مؤمنين وخلاص كده يعني إحنا تمام. طبعا عارفة، عايزة أقول في الجزئية دي لأنها مهمة جدا. إن لابد يكون عندك اختبار شخصي. بس هنا بحط يعني تحذير، حتى لو بروح كنيسة، حتى لو ليه خدمة، لكن بحط تحذير. لحظة الميلاد الثاني قد تكون مدركة وقد تكون غير مدركة. لأن أنا بخبرتي الرعوية شفت مع ناس، صدقيني يا كارول، شفت مع ناس اتولدوا في بيوت مؤمنة أتقياء، فمش مدرك اللحظة بالظبط. هل ده ممكن يحصل؟ الريح تهب حيث تشاء، تسمع صوتها لكنك لا تعلم. يعني أقول ممكن يكون ده تم،
ده تم. المهم انت غصن مثمر ولا لا. الثمر هو بالزبط. الدليل. هو الدليل، وانت بتبقى عارف ده. فممكن تكون انت مدرك للحظة دي. ليه؟ لان حتى كتابيا انا عندي واحد زي زكا عنده اختبار واضح، الرب دخل بيته وتغير. عندي شاول الترسوسي، الرب يعني اخترق حياته وتغير. لكن عندي يوحنا ما تقالش. لما نيجي عند تيموثاوس يقول له إذ أتذكر الإيمان الذي فيك الذي سكن أولا في أمك وفي جدتك. فاكر النص ده؟ مظبوط. وعارف إن هو فيك. طب إمتى تيموثاوس اتولد؟ مفيش لحظة معينة. صح. لكنه مولود. إيه الدليل؟ الثمر. فالمهم أنا جت في أولى كلية تجارة، فقلت له يا رب لما دخلت تانية إذا نجحت وجبت التقدير أنا هدخل كلية. أنا أمال أسمع الصوت إن كل عمري للرب، بس مش عايز يتقال فشل فدخل الكلية، سقط فدخل كلية لاهوت. لا، أنا عايز يتقال إنه بكامل إرادته حتى وهو ناجح بالزبط. في دراسته هو اختار يعمل بس ده. وقد كان صدقيني نجحت وبتقدير في سنة. رحت واخد نفسي وطالع وقلت له أنا هدخل كلية لاهوت. يا ابني إزاي كان إيماني ده؟ أنت خلصت سنتين في قلت لا، أنا عندي حاجة تانية، دعوة تانية مختلفة، فأنا أريح السكة التانية. صدقيني يا كارول، من بين الحاجات اللي أقول له أشكر ربنا عليها، أقول لك حاجات كلام مسيحي ما بحب أقول عن نفسي، لكن أقول ده بس المجد الرب. فضل. يعني حاجة منهم، عمري ما قريت كتاب برا كتب المنهج، والقراية حاجة كانت مكروهة بالنسبة لي. أول ما دخلت الكلية كأنه اداني شغف غير عادي للقراية. إزاي؟ معرفش. طب مين اللي حط فيا ده؟ اللي دعاني الرب. اللي دعاني عمل كده. كلام مسيحي. كنت أقعد في العربي التعبير لما المدرس يدينا، الناس اللي جنبي يمين وشمال أمال تكتب، معرف أكتب أربع جمل بالعافية. مش ممكن أصدق ده حضرتك بتكتب كلمات جميلة قوي. دلوقتي أقول لنفسي إزاي أنا كتبت لغاية دلوقتي حوالي 34 كتاب، منهم كتاب زي إشكاليات سفر التكوين 550 صفحة، أصل الكلام 600. إزاي؟ واو. أنا معرفش. لكن مين اللي عمل ده؟ اللي دعا. فدايما أقول إن هو بيؤهل المدعوين. صح. يوم ما الرب بيدعو واحد مش مهم قدراته، هو بيأهله. كانت إيه قدرات بطرس؟ ايه قدرات اندراوس؟ ايه قدرات معرفش مين؟ صح. صدقيني ما في. لكن الروح لما بيدعو بيؤهل وبيستخدم. فمهم الدعوة. فالمهم مش عايز أطول، لكن حاجة من الحاجات اللي أقول أرجع المجد لربنا. أنا كنت خجول جدا، ولما جيت أدخل كلها وتقول يا رب ده أنا عمري ما اديت فصل مدرسة أحد، طب إزاي أفوعظ؟ أنا معرفش. صدقيني يا كارول بطبع خجول، لكن مين اللي ساعدني أعرف أقف كده؟ هو الرب. فهو لما بيدعو وبيعمل، مش عايز استطرد كتير. دي أحلى حاجة، إن احنا نشوف إنه كل موهبة هي من الرب، كانت علشان خاطر الدعوة وكل حاجة حضرتك بتقدمها دلوقتي هي فعلا مش بشطارة بشرية، كلام لكن مسيحي حاجة سماوية كتير يا كارول. الرب يشهد، أقول له أنت عملتها. أنت عملتها. ولغاية دلوقتي أنا بقول الكلام ده بتلقائية شديدة أمام الرب يسوع، لأن هقول للناس يمكن تستغرب على اللي بقوله. الرب يشهد إن تيجي أيام عندي أعباء قد كده، بس عارفة أصلي الصبح قول له أنا عارف أنت هتعملها، مش أنا. أنت اللي ساعدني أنجزها على أكمل وجه، بس إزاي أنا معرفش. ويحصل وقول له عملتها، مش أنا اللي عملتها، أنت اللي عملتها. إزاي يديك قدرة، إزاي يديك طاقة، إزاي يديك نعمة. هل يقدر يدي أفكار جديدة؟ أقول الصدق في المسيح يقدر يوصل الكلام بطرق جديدة. أيوة يقدر. صح. بس نصدق فيه. إحنا ليه مش بنصدق إن هو القدير وإحنا بين إيديه؟ هو ليه ناس هو عايز يوصل بيها. صح. ووصلت بمفاهيم دي لحاجات كتيرة جدا ما فيش داعي لاستخدامها. أنا حكيت لك قصة من كام يوم أحكيها عشان أقول كده لمجد الرب. يا ريت. فاكر لما قلت لك إن في يوم كان عندي كلمة في فرح في مصر الجديدة الإنجيلية. صح. صدقيني القصة دي. صدقيني لما رحت الفرح يا كارول في مصر الجديدة الإنجيلية، أنا لا كنت أعرف العروسين ولا العيلتين، يعني ماليش علاقة شخصية، إنما ناس اتصلت يعني وقالوا اعمل معروف، نتشرف إنك تقول كلمة. أيوة. وعايزينك تقول كلمة. فبينه وبين نفسي قلت حاضر. قلت حاضر. قلت حاضر. لكن وأنا رايح الفرح
أمال أأنب نفسي لأن اليوم كان مضغوط قوي. ليه ما قلتش لا؟ أنا ده مش صح، أنا كان لازم أقول لا. ورايح، عارفة اللي رايح متململ، رايح مضغوط متململ لأن طالع من حاجة وعايز أخلص واجري بسرعة على حاجة تانية، فرايح مضغوط جدا. ورحت لما الفرح كان بدأ، وبعدين خدت الكلمة يا دوب خلصت ونزلت. بس وانا نازل من الكنيسة وطالع من الباب الجانبي، واحد مشي ورايا، أبونا. رحت واقف، فقال لي انت ما تعرفنيش. بقول له ايه في ايه؟ وقعد يحلف يقول لي بص، أنا كنت مصر أطلق مراتي الأسبوع ده، بعد كلمتك أنا قررت لا يمكن أطلقها. صدقيني يا كارول القصة دي رغم إني اتبسطت، عارفة لما واحد يحس إن حصل حاجة، لكن قعدت أنب نفسي كتير. القصة دي يمكن من حوالي 10 سنين. قعدت أنب نفسي وأقول اللي خلى ده حصل وأنا بتكلم وأنا مضغوط، وأنا مش بنفسي. أمال لو كنت خدمت الخدمة بنفس كان حصل ايه؟ واقول بأدايب بكلام. الرب يديني امتياز ان اقف على المنبر اتكلم وانا بالشكل ده، مش بقدمها بنفس. بس اجمل حاجه ان الرب مش بيستنى، يعني أصدقيني. مش بيستنى اي حاجه فينا. أصدقيني. يعني مهما كانت عيوبنا، مهما كانت مشاعرنا، مهما كنا أصدقيني. مش قادرين، الا ان هو امين جدا انه يوصل من خلالنا كلام مسيحي. قلت توبة يا رب تاني، لو كنت اطلع على المنبر وانا حاسس ان مضغوط او غيره، اديني اقدر نعمة انك بتديني فرصة اتكلم. كلام مسيحي. يعني وانا جاي الوقتي أي امتياز أعظم من إني نسجل حاجة تطلع للناس وتوصل وتغير في الناس. أي امتياز، أي بركة. صح. فقلت له سامحني صح. إن أنا وقفت وأنا مضغوط، وإديني نعمة أقدر قيمة إن الجملة ممكن تغير مصير شخص أو عيلة. وخليني ما أقولش جملة ولا كلمة إلا وأكون مصلي إن عايز إرشاد روحك القدوس. أمين. كلنا محتاجين الصلاة دي يا أبونا، مش بس اللي بيقفوا على منابر. طبعا كلنا كأولاد الرب عايزين نبقى فعلا حقيقيين، وعايزين يبقى فعلا الرب بيوصل من خلالنا، مش إحنا ومش شطارتنا. لكن أدركت إدراك، وده اللي خلاني افتكرت القصة. صدقيني الإدراك اللي أدركته إن استخدام الله لينا لا يعني قداستنا، لكن يعني أمانته. يعني أنا اتكلمت وأنا مضغوط. يعني ما افتكرش ان انا قبل ما اقول الكلمة دي قلت له خلي الكلمة بالروح القدس وغيره، لان كنت مضغوط. صدقيني وكنت مضطر، وبعترف بده. يعني انا ما افتكرش، لكن قلت استخدامك لينا مش دليل قداستنا، لكن امانتك. فانا بقول ده ادينا نعمة يا رب ان نكون بنخدمك كما يستحق، كما يليق بيك. أمين. انت ملك الملوك، انت رب أمين. الارباب. امين. ونشكر الرب على امانته. صدقيني وانا قاعد ادرس حاجة الاسبوعين اللي فاتوا يا كارول عن الدعوة. كلمة دعوة في اليوناني اسمها كليسز. كلمة كليسز في اليونانية دعوة، جه منها الفعل اسمه كاليو يدعو، جه منها كلمة إكليسية اللي هي كنيسة. تخيل كلمة كنيسة إكليسية من كاليو ومن كليسس دعوة. إنما الرسول بولس ادانا آيتين بيعبر فيهم إزاي المفروض لكل ما دعو. عارفة دعانا لإيه؟ دعانا مش عشان نكون خدام، للأمانة. اللي يدرس العهد الجديد دعانا إلى مجده الأبدي. صدقيني بص رفع مستوى الدعوة لإيه؟ مش لمجرد أكون خادم، دعاني أشاركه مجده الأبدي. والمفروض سلوكنا يكون بحسب ما يليق بالدعوة والداعي. بص يا كارول، لما أي حد يدعونا، لو جه واحد قال لي تعال نشرب قهوة مع بعض سوا ونحكي ندردش، بروح القهوة بما يليق بالدعوة والداعي، المكان اللي هروحه والشخص اللي قايل لي. طب لو إن المحافظ داعين الفرح ابنه، بروح بما يليق بالداعي والدعوة. تخيلي هو دعانا كم لما يكون ملك الملوك ورب الأرباب هو اللي دعينا ودعانا نشاركه مجده الأبدي ونكون معاه. المفروض سلوكنا يكون إزاي وكلماتنا تكون إزاي. صح يا بونا. وساعات بنحصر الدعوة في فكرة الخدمات المعروفة بس. اللي هو مثلا الأشخاص المدعوة هم الأشخاص اللي بيقفوا على المنبر أو اللي بيرنموا أو اللي بيعزفوا ومش بندرك إن كل شخص فينا بكل مواهبه حتى لو بسيطة هو شخص
شخص مدعو، وطلعت الدعوة ملهاش علاقة أبدا يعني بالصور اللي احنا بنتخيلها دي بتاعت لازم يكون على منبر أو لازم يكون ده في يعني ده الموضوع أكبر قوي قوي. ارفع مستوى الدعوة إن أنت مدعوة تشاركيه مجده الأبدي. يعني يوحنا يقول لم يظهر بعد ماذا سنكون، لكننا نعلم هنا علم اليقين أننا سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. فلو أنا الدعوة الرب يلمحها قدامنا كل يوم هنكون معاه وزيه في مجده الأبدي. إذن كل تصرف هنا المفروض يكون يليق بالدعوة والداعي، وأنا في البيت وأنا مع مراتي وأنا مع أولادي وأنا مع أصحابي بما يليق بالدعوة والداعي. صدقيني هو ده الشخص المدعو. مفيش فصل بين حياتي على المنبر وحياتي في البيت صح. وحياتي مع الناس صح. هو أنا شخص واحد، شخص مش مجزأ. مفيش فصل بين حياتي قدام الناس وفي الخدمة وما بين حياتي يا كارول لو سبت نفسي للتعليم اللي اتعلمته عبر السنين. الفصل ده دخل بسبب فلسفة اسمها الغنوصية، دخلت واخترقت حتى الكنايس والمفاهيم بتاعتنا وعلى المنابر. عارفة مثلا لما نيجي نقول في الكنايس حتى في مجلس الكنيسة يقول لك ايه، أبونا إيه رأيك نعمل مرة اجتماع روحي ومرة اجتماع إداري؟ صدقيني هذا الفصل جاي بتأثيرات الفلسفة الغنوصية. مفيش حاجة اسمها روحي وإداري. كل فرصة إدارية زيها زي فرصة الصلاة. ليه؟ تخيلي أنا وإنتي قاعدين، إحنا بنقول دي جلسة إدارية إيه؟ ما شاء الله. لما نقعد نخطط إزاي نطلع برنامج يوصل للدنيا كلها، دي إدارية؟ دي روحية 100%. صح 100%. صح. ده احنا قاعدين علشان نفكر لمجد المسيح. صح. ده احنا بنتجرد من كل دوافع ذاتية أنانية بشرية، ونقول عايزين حاجة تشرف الرب. اللي اتعلمته حتى من أساتذة الكبار، عارفة كانوا يقولوا ايه؟ فرصة العطا في الكنيسة ده جزء من العبادة. صح. الإعلانات جزء من العبادة. احنا كلنا أنا بحمل حضور الله طول الوقت. طول الوقت مش في مواقف مش عايز استطرد كتير. بالعكس لكن ده أنا مبسوطة قوي. بس نفسي أرجع للنقطة بتاعة دراستك لللاهوت. حضرتك قلت لي جملة من كام دقيقة كده قبل ما نبتدي. قلت لي رغم إن حضرتك يعني عندك منصب ودرست في اللاهوت إلا إنه يسوع فوق اللاهوت. والجملة دي عجبتني قوي واستغربتها قوي. نفسي أسمع منك تفسير. كلام مسيحي أقول والرب يشهد على كل كلمة. فضل. أنا كتبت على الفيسبوك إن يسوع مش هيكافئنا على مدى أمانتنا لعقائد طوائفنا خالص، لكن هيكافئنا على مدى أمانتنا ليه هو. أنا أمنت ليسوع، مش هيجي يقول لي برافو عليك كنت مشيخي 100%، لكن هيقول لي كنت أمين ليا 100%، كن أمينا إلى الموت. فبقول تاني، ياما مرات بيصعب عليا الخدام اللي كأن الميشن بتاعته، عارفة يا كارول، ينشر عقائد طائفته. يا عم انشر جمال يسوع، انشر جمال يسوع، ينشر لوائح وقوانين. فعارفة مش يعلن عن شخص بالظبط. انشر جمال يسوع. يسوع جميل، صدقيني ما أجمله كلام مسيحي، ما أجمله. ولو سبت نفسي أتكلم عن جمال يسوع، أنا بقول للناس ده، أنا لسه من كام يوم كنت جات في ذهني أتكلم عن الصلاة، فبقول للناس للأسف حصرنا مفهوم الصلاة فكأنها عملية سحرية. يقول لك إيه، لو مضغوط صلي، لو كئيب صلي. يا عم إيه الكلام ده؟ ده كلام غير كتابي. صح. غير كتابي. صح. مش لو مضغوط صلي، ولو صح. حزين صلي، ولو معرفش يصلي. كأن الصلاة، واخده بالك، صادق يسوع، حب يسوع، احكي مع يسوع، اتكلم مع يسوع. يسوع جميل بلا حدود. تقري لوقا 15:1، وكان جميع الخطاة والعشارين يدنون منه ويسمعوا. ليه؟ عشان جميل، عشان حلو. أنا بستمتع يا بونا لما بتكلم معاك عن الرب يسوع، لأني بشوف في طريقتك وبشوف حتى لمعة كده في عينيك، وكأنك بتتكلم كلام مسيحي يعني عن شخص فعلا عندك علاقة حميمية وحقيقية قوي معاه، وبغير منك في ده. لأن يسوع حلو فعلا. أيوة يسوع حلو قوي. عارفة لما تقري مثلا متى 8 وبعدين يجيله الأبرص، وإحنا عارفين إن البرص كان مرض معدي،
ومرض دليل لعنة، واللي يجيله البرص بيعزل. انت متخيل شخص بيعزل وملعون ملعون ملعون لأن مرض سيء جدا، وبعدين يجيله يقول له إن أردت تقدر أن تطهرني. مش قال له كده؟ صح. وطبعا مش قادر يقرب منه، صح. لأن اللعنة اللي فيه ولا يلمس. صح. عارفة يسوع يقول لك إيه؟ فمد يسوع يده ولمسه وقال له أريد. بصي أريد. لما يقول إيه هي جاية في مرقس فتحنن ومد يده. ليه مد يده؟ يسوع جاوب بالفعل قبل الكلام. صح. ومد إيده لأن الراجل ده محتاج لطبطبة، محتاج للمسة الحب بتاعتي. ليه؟ لأن ليه سنين محدش لمسه. محدش لمسه. صح. وكلمة ولمسه في اليوناني مش معناها لمسة، شاف نفسه مش بس جسده كمان. مش معناها لمسة في اليوناني، لكن مد يسوع ولمسه يطبطب عليه. طبطب عليه. جميل. إيه جمالك ده يسوع، إيه جمالك. صدقيني يا كارول، عارفة مثلا جمال يسوع شوفيه في قصة زكا. لما تقري في لوقا 19 يقولك فلما جاء يسوع إلى المكان. لما يقول إلى المكان معرفة بالألف واللام، يعني المكان ده محدد في ذهن وقلب الرب يسوع، جاي له مخصوص. أول مرة ياخد بالي إنها المكان مش لما راح المكان. خد الأكتر من كده. يقولك نظر إلى فوق فرآه وقال له انزل يا زكا. صدقيني والكلمة اللي بقولها لولا متأكد منها 1000%. كلمة فرآه مش موجودة في الأصل اليوناني. تخيل كده. في اليوناني بالضبط جاية كالآتي، وده موجود في أدق الترجمات الإنجليزية. فلما جاء يسوع إلى المكان رفع نظره إلى أعلى وقال انزل يا زكا. يعني جاي المكان محدد في ذهنه وقلبه من قبل كده، وجاي وعارف هو فين، واختار السكة دي يمشي من أريحة رغم ان كان في طرق أكثر منها توصل لأورشليم، لكن اختار ده عشان جاي لمين؟ لواحد منبوذ. يا جمالك يا يسوع، جاي الواحد منبوذ اسمه زكا، محدش بيدور عليه، محدش عايز يشوفه، محدش عايز يلمسه. أنا بقول ده ليه؟ لأن أنا كنت منبوذ والرب زارني، وبيزور كل منبوذ وبيحب كل منبوذ، ويقول لكل منبوذ انت غالي عليا، ولو انت منبوذ من كل الناس انت محبوب جدا عندي. وبيقابلنا وبيغيرنا وبيصنع منا شخصيات. اقول لك اكتر من كده، بقول ببساطة شديدة لو شلت يسوع من عزتي بكون زبالة. لكن مين اللي يجملنا؟ يسوع. مين اللي بيجملنا بجماله وبنوره وبنعمته، وكل ما نقرب منه ونقعد معاه. عشان كده لما اقول الصلاة يبقى شبهه أكتر. الصلاة مش طلبات، نحلو أكتر. الصلاة مش طلبات. الصلاة مش سوبر ماركت بطلب منه ألو أنا عايز شكارة رز وعلبة سمنة وزيت ومعرفش ايه. إن أنا أقعد فياخد قبح شخصيتي ويديني جمال شخصيته، ياخد دوافع المغلوطة ويديني دوافعه المقدسة. عارفين لما بنتحد فيه، عارفة مصطلح في المسيح، الحياة المسيحية يعني أنا في المسيح والمسيح فيا، فأصبح تخيل أنا فيه وهو فيا. هي دي واحد متحدين مع بعض. هي دي الحياة المسيحية. صح. وكل يوم عشان كده نتغير إلى تلك الصورة عينها. أمين. ميرسي جدا يا بونا، الكلام معاك مش بيخلص. أشكرك. وحقيقي بستمتع دايما من كل قلبي. الرب يباركك، وشكرا لكل كلمة حقيقية. وأمين. الرب يساعدنا ويعلمنا كل كلمة حضرتك قلتها. أمين يا رب. أشكرك جدا جدا. ربنا يباركك ويبارك البرنامج ويبارك الفريق، ودايما في مجد باسم يسوع. أمين. في اسم يسوع. أمين.